يا دكتور، انا عملت حشو عند حضرتك بس وقع. ده لسه بقاله قريب. بس انا ما كانش عليه حاجه بصراحه، او بصراحه كلت عليه جوافه، او بذر الجوافه جت فيه. انا بقى احبك كده وانت بتتكلم بصراحه، الصراحه دي مفيش احسن منها. قول لي كده بدغري ايه اللي حصل وانا ساعتها اقول لك ايه المشكله. ليه؟ لان انت حتى كلامك بصراحه نفسه هيعرفني ايه المشكله فين. هل مثلا مشكله من عندي؟ هل مشكله في الحشوات؟ ده يخليني اخد فيدباك ان انا اطور من نفسي اكتر. ولكن لو كانت المشكله من عندك ما تخافش من موضوع الماديات وما تخافش ان انا هدفع تاني، والله ما بتتحسبش كده. انت حضرتك بلغني الصراحه عشان اقدر اقيم الموضوع كويس. بذره الجوافه يعني عايز اقول لك ان هي كفيله انها تكسر الضرس، مش تكسر حشو، انها تكسر الضرس نفسه. انت لو بتاكل بعفويه بقك وبعضلات فكك وبتمضغ بكل قوتك وجت بذره هتكسر لك الضرس نصين، لو جت زلطه في العيش هتكسر الضرس نصين، ما بالك بالحشو بقى. فطبيعي لو حصل حاجه زي كده مفيش مشكله منها خالص، سواء بذره الجوافه او الملبن اللي في مولد النبي اللي هو موسم بالنسبه لنا احنا، عشان كل الناس بتيجي اسنانها متكسره. ده طبيعي مفيش منه اي مشكله لو حصل كسر في الضرس او كسر في الحشو، لان عضلات الفك قويه ودي حاجه بتبقى قويه قوي في القفل عليه. اما لما انا كشفت على الحاله، هي كانت حاله عندي فعلا، الحمد لله طلع الحشو سليم، ولكن الكسر كان في الضرس نفسه. لو كان المشكله في الحشو كان الحشو اتعاد عادي، انما المشكله في الضرس بقى ليها عواقب تانية. بتتحسب بقى الضرس الكسر فيه قد ايه، الكسر نوعه ايه، عمودي ولا بيبقى عامل ازاي، كل قد ايه من الضرس. بس ان شاء الله كل حاجه ليها علاج.